شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول تصريحات الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي بشأن موهبة الفنان الراحل شكري سرحان، حيث قال عمر متولي في برنامجه الشهير لكلوك مخاطبا الفنان أحمد فتحي: أنا شايف إن شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكبر بكثير من موهبته. تصريحات أغضبت أسرة شكري سرحان، مما دفع محسن سرحان الذي وصف نفسه بالمتحدث الإعلامي لعائلة الفنان لإصدار بيان حازم دفاعا عن الفنان شكري، وقدم شكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد عمر متولي وهدد برفع دعوة قضائية. ونفى طارق زمزم حفيد شقيق شكري سرحان في منشور على الفيسبوك صلة هذا الشخص بالعائلة، موضحا أنه لا يمت بصلة قرابة وأن العائلة لا تعرف شيئا عن وجود متحدث رسمي باسمها، وأكد أن الحديث عن شكري سرحان يخص أفراد العائلة الحقيقيين أو النقاد والمؤرخين الفنيين. وأشار إلى أن ذلك الشخص أكد له أنه مفوض من يحيى شكري سرحان نجل الفنان للتحدث باسم والده، وهي المعلومة التي لا يمكنه التأكد منها كونه فقد التواصل مع يحيى الذي هاجر إلى أستراليا منذ عدة سنوات. وأكد زمزم أن العائلة ليست ضيقة الأفق لتمنع حرية التعبير عن الرأي، وأن الفنان الراحل ترك إرثا فنيا عظيما يدافع عن نفسه، فقد صنع تاريخا أشبه بترسانة دفاعية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن العائلة ليست مؤسسة لإصدار بيانات رسمية، وأنها لن تكون طرفا في أي خلاف يتعلق بالحرية الفكرية. وردا على تصريحات طارق زمزم، قال محسن سرحان على أنه يحظى بتفويض من يحيى شكري سرحان نجل الفنان الراحل والمقيم في أستراليا. سرحان أكد أن علاقته بيحيى تمتد عبر تواصل يومي، موضحا تفاصيل حول طبيعة التعاون بينهما لتوثيق قصة حياة الفنان الراحل. وفي الوقت ذاته لمح إلى أن الانتقادات التي طالته قد تكون بدافع إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، وجاء إعلان انتهاء هذا الخلاف ليخمد الشجارات التي بدأت تنشب من كل جانب، حيث كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية عن انتهاء خلاف أسرة الراحل شكري سرحان مع عمر متولي وأحمد فتحي. وقال الدكتور أشرف زكي أنه تشرف بزيارة الإعلامي محسن سرحان ممثل أسرة الفنان شكري سرحان نيابة عن السفير يحيى سرحان نجل الراحل شكري سرحان. وأضاف زكي أنه تقدم بالاعتذار باسمه وباسم النقابة، معبرا عن خالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان، وأبلغه بأن الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي لم يقصد الإساءة، وأوضح له تقديرهما واحترامهما للراحل. وقد قبل محسن سرحان الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة وصديق أسرة شكري سرحان، وبذلك أغلق باب الخلاف تماما. وأشار الدكتور أشرف زكي إلى احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن هذا الحق محفوظ للجميع طالما لا يتضمن إساءة أو تقليلا من الرموز الفنية الكبيرة.